السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الكل بخير وصحة وسلامة وعافية. بداية الفيديو خلونا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي على محمد وآل محمد. شلونكم يا حبايب قلبي؟ اليوم راح أسوي بيتزا. طبعا هنا استخدمت اللحم المثروم، حمسته كل زين وحضرت هاي المواد اللي هي الجبن والزيتون وشرايح الفلفل، ومثل ما شوفتكم الزيتون طلع كلش قليل. هنا عجينتنا الحلوة شوفوا شلون صارت تخبل مختمرة. بنات هاي سويتها يعني لا على التعيين بدون مقادير، مجرد طحين، رشة شكر، رشة ملح ورشة خمرة، وخليت حليب باودر وعجنتها بمي، فتركتها اختمرت تقريبا ساعتين أو 3. هنا بديت أفرد العجينة بالصواني. طبعا أنا كورتها، طبعا أكو فيديو ناقص ما أعرف وين راح. المهم يا حبايبي، من بعد ما كورت العجينة بلشت أفردها بالصواني وأثقبها بهالشكل هذا بهاي الشوكة. شوفوا حبايبي، هذا التثقيب كلش مهم. طبعا أنا بين فترة وفترة أسوي لهم بالبيت معجنات، أسوي لهم بيتزا، بس صار فترة كلش طويلة يعني ما مسوية وما مصورة أصلا، فاليوم حبيت يا حبايبي أنزلها لكم. أكثر المرات أسوي البيتزا بالدجاج، يعني مرات قليلة أسويها باللحم المثروم، بس أنا يعني مسويتها مو ما مسويتها وطعمها كلش طيب. هنا حبايبي مثل ما شفتوا خليت الكاتشب على العجينة، وشوفوا هنا مسحته على وجه العجينة بهالشكل هذا. تحبون تخلون صلصة البيتزا، أو أكو ناس يحبون يخلون معجون، طبعا هاي الأمور كلها حسب الرغبة. هسه من بعد ما امسحها كل زين أكيد راح أبدي أضيف المواد. أول شي راح أضيفه يا حبايبي أكيد اللحم المثروم. طبعا اللحم المثروم حمست وياه بصل وخليت له بهارات. يعني شنو عندي بهارات مثلا موجودة من كل شي شوية خليت، حتى يصير نكهة وطعم باللحم كلش طيبة. نوزع اللحم على العجينة بهالشكل هذا. طبعا أنا بنات تفاجأت، يعني علبة الزيتون كنت قبل أجيبها مليانة، شو هالمرة جبتها يعني شفتها ثقيلة، ما أدري أنا لو أدري مثلا كان جايبين فد 2، بس هنا صادف وأنا أشتغل ماكو حد يمي، وبعد خلاص بلشت. والعجين عندي هنا مو العجين الجبن سايح بنات كلش صاير عبالك عجينة، فبديت أضيف بيه بهالشكل هذا. ما عليه شي، أكيد هو داخل الفرن راح يسيح ويذوب. فأضيف الجبن على العجينة بهالشكل هاي أو على البيتزا. طبعا ما يتفتت، رايح ذايب. هنا حبايبي اختصرت لكم الفيديو وكملت البيتزا وفردت هاي صينيتين. طبعا أنا سويت 3 يعني، وجهزتهم. طبعا الفرن مشتغل من قبل 10 دقايق، راح أدخلهم حبايبي للفرن. ومثل ما شفتوا هنا بعد ما ضفت اللحم والجبن، ضفت شرايح الفلفل الملونة وضفت شرايح الزيتون، وهاي واحدة من عجينتنا كورتها طبعا. فهسه راح أدخل البيتزا للفرن وبعدين هم أرجع لكم. طبعا مثل ما قلت لكم أنا سويت 3 قطع، وشوفوا لي هنا من بعد ما انشوت عندنا. طبعا شغلت الفرن من الأسفل فقط، يعني الأعلى ما شغلته. وهذا منظرها وهذا شكلها تخبل.
هنا عندي بعد وحدة ما مستوية، هسه أدخلها وحدها للفرن وأتركها تستوي. شوفوا لي جمال البيتزا بنات، طعمها طلع كلش طيب. وهنا قطعتها بهالشكل هذا، طبعا بعدها حارة. وشوفوا لي الارتفاع مال العجينة بنات، مو عجينة يعني على حالها، بس ارتفاعها صار هش ويخبل. وجربوها بنات إذا ما مجربيها باللحم المثروم، طبعا مستوية وتخبل بنات. وهنا طبعا قعدنا نتعشى، وأكيد أنا هم سويت وياها، بعد سويت وياها كبدة وسويت وياها بوتيتا، بس صراحة ما صورت لكم. هسه هنا حبايبي صبينا البيبسي، قطعنا البيتزا مالتنا، وعلينا بالعافية، وسهمكم مليون عافية حبايب قلبي. طبعا راح انتقل وياكم الفيديو، المفروض ينزل بالفيديو السابق. أخذت لكم مقتطفات من شغلنا بالسابع مال المرحومة مرت حماية، الله يرحمها ويرحم أمواتكم. هنا مبلشين أني وجناين أخويا الله يحفظهن، كلش وقفن وياي وقفة يعني تخبل كلش حلوة. وجناين المرحومة هم قصرا. فهنا مبلشين سوينا دولمة. طبعا أنا بنات كنت متوقعة أنه راح أقدر أصور، لكن هو أساسا الطبخ صار عند جيراننا. تعرفون يعني إحنا بوقتها ذبحة والعقيقة وعزموا هواي ناس، كلش هواي ناس إجتي، فصار الطبخ عند جوارينا وصبوا منك يعني كل شي ما شفت أني، بس مجرد الدولمة يمنا. وسوينا بوقتها طرشانة بنات، بس يعني كلش انشغلت ما قدرت أصور لكم أي شي، مجرد هاي الدولمة لأنه بلشنا بيها من الصبح. وهنا مستمرين حبايبي. طبعا سوينا جدرين كبار، هاي الجدورة الكبار ماكو، طبعا هذا الجدر كلش كبير وغميق يعني. وهاي أول جدر صبيناه، وبلشوا البنات يخلوه بالسفريات حتى نوزعه يعني بالسفر، نطلعه للزلم برا ونخلي للنسوان بالبيت. إن شاء الله يا ربي ثواب مقبول بحق محمد وآل محمد. وهنا حبيت أختم الفيديو وياكم. طبعا تعرفون هاي الأيام الحارة مرات نحب نبرد يعني، فهنا أبو حسوني جاب لنا هاي الموطة لهنا حبايبي. حبيت أختم وياكم الفيديو بالموطة هاي مالتنا. وصلت وياكم نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم، ولو الفيديو كلش قصير لهنا أقول لكم مع السلامة، وانتظروني بفيديو قادم.